علماء الرياضه عندهم حاجه اسمها الجداول والرسومات البيانيه، صحيح؟ تمام. قلنا احنا علماء الفيزياء خدنا الحاجه منهم دي ليه يا دكتوره؟ عشان والله نسهل الدراسه ونسهل فهمها ونلاقي العلاقه بينهم، صح ولا انا غلطان؟ طيب انت ما ثبتليش الكلام بتاعك ده المره اللي فاتت. انت لو جاب لك، انا بحكي لك نشره الاخبار دلوقتي، بيقول لك تحركت سياره من السكون وبعد اول دقيقه قطعت 10 كيلو في ساعه، وبعد ثاني دقيقه قطعت 20 كيلو في ساعه، وبعد ثالث دقيقه قطعت 30 كيلو في ساعة، تمام؟ ثم ضغط السائق على الفرامل فقطع ايه؟ فبدأت السرعة تتناقص حتى وصلت ل 20 كيلو متر في كل ساعة، ثم انتهت سرعتها توقفت بعد 5 دقائق. ايه الكلام ده؟ ده لهي ياما. بص بقى الكلام اللي انا بقوله ده بقى لي دقيقتين اهو اغري في رسمة بيانية هخلصه لك. ازاي؟ صلى على النبي. طب ما تسمعونا الصلاة على النبي. انا في اول دقيقة الراجل دلوقتي قطع 10 كيلو، قطع قدين؟ 10 في ثاني دقيقة 20، ثالث دقيقة 30 كيلو. ضغط على الفرامل فالسرعة بدأت تتناقص، فبقى عند الدقيقة الرابعة السرعة قد ايه؟ 20، ثم عند الدقيقه الخامسه السياره توقفت خالص. ادي الرسمه البيانيه بتاعتي. شفت الرغي ده كله اهو. انا اول ما اشوف الرسمه البيانيه دي كده اقدر اقول كل الهري اللي فوق ده من الرسمه. ازاي؟ والله هنا السرعه بتزداد. سرعه ايه؟ ازداد. هنا في اول دقيقه قطعت 10، ثاني دقيقه قطعت 20، ثالث دقيقه قطعت 30، ثم بعد كده اتناقصت. معناها ايه ان اتناقص؟ ايه اللي يخلي السياره السرعه بتاعتها تتناقص؟ اكيد السائق ضغط على ايه؟ على الفرامل فبدات تتناقص على الفرامل. الا ده معلمني هنا يعني عند 20 كان في الدقيقه الكام؟ الرابعه كانت بكام؟ ب 20، ثم تناقصت خالص لحد ما وصلت للصفر في الدقيقه الخامسه. يبقى انا كده اثبتت كلامي ان الرسمه البيانيه سهلت لي الدراسه، صح ولا انا غلطان؟ سهلت لي ايه؟ الدراسه. فلما يجي لك علل في الامتحان استخدام علماء الفيزياء الوسائل الرياضيه والجداول لتسهيل الدراسه وايجاد العلاقه ايه؟ وايجاد العلاقه ايه؟ وايجاد العلاقه ايه؟ كلام جميل. صلى على النبي. انا اعطيني جدول. الجدول ده انا عايز ارسمه على رسمه بيانيه وبعدين سالك شويه اسئله عليه. طب سمعونا الصلاه على النبي كمان مره. انا فكرني كده كان عندي السرعه ليها انواع، صح ولا انا غلطان؟ حد يفكرني كده بانواع السرعه. كان عندي سرعه منتظمه وسرعه ثانيه ايه؟ غير ايه؟ منتظمه. طب فكروني بالسرعه المنتظمه. مش كنا بنقولوا 2 يساوي يعني المسافات متساويه والازمنه متساويه، لكن السرعه الغير منتظمه كان 1 ايه؟ يساوي، لان لو المسافات متساويه الازمنه غير متساويه. طيب لو الازمنه متساويه يبقى المسافات غير متساويه. كلام جميل. انا عايز اول حاجه كده قبل ما ارسم وقبل ما اشوف الرسمه اللي قدامي ده بيعبر عن سرعه منتظمه ولا سرعه غير منتظمه. والله طلع لي طالبين كل طالب بتفكير معين. واحد قال لي والله انا هجيب السرعه كذا مره، قلت له وريني. قال لي والله انا هقسم هنا مسافه على زمن، فانا عارف ان السرعه بتساوي مسافه على زمن 10 على الواحد، فانا كده جبت السرعه مره عطت كام؟ 10. 20 على الاثنين فيها ال 10، 30 على الثلاثه جه قال لي والله يا استاذ السرعه دي سرعه منتظمه. قلت له ايه عرفك؟ قال لي والله اصل انت كنت قايل لي ان السرعه المنتظمه سرعه سرعه منتظمه سرعه فانا جبتها كذا مره هياها نفس القيمه اللي اعطيتها لي، يعني قيمه السرعه ثابته. الطالب الثاني قال لي لا والله انت كنت قايل لي ان السرعه المنتظمه كان الاثنين يساوي يعني المسافات متساويه والازمنه متساويه. قلت له ازاي؟ قال لي والله انت كنت بادئ لي بمسافه 10 بعد كده بقيت 20. استنى يعني هي زادت كام؟ زادت كام؟ بعد كده بقيت 30 يعني زادت كام؟ زادت كام؟ قال لي يعني المسافه بتزيد بمقدار متساوي، يعني المسافات هنا متساويه ومسافات هنا متساويه. طب نتاكد من الازمنه كان 1 بقى 2 زاد كام؟ طيب 2 بقت 3 زاد كام؟ يعني مسافات متساويه والازمنه متساويه، اذا السرعه هنا سرعه السرعه هنا سرعه ايه؟ منتظمه. كلام جميل. والله الناس اللي مذاكره معايا وعارفه يا باشا ان احنا لما كنا بنمثلوا السرعه المنتظمه مش كنا بنمثلوها كده؟ صح ولا ايه؟ بخط مائل يمر بنقطه، بخط مائل يمر بنقطه. فانا كده قبل ما ارسم انا كده هرسم عارف الرسمه بتاعتي هيبقى شكلها عامل ازاي، صح ولا انا غلطان؟ طب لو انت وصلت للنقطه دي في الفيديو كده يبقى انت باذن الله تعالى ماشي معانا في طريق صحيح، مش من الجماعه اللي هم بيسمعوا اول دقيقتين كده يبقى انا كنت بتفرج على درس وخلاص وانت مكمل باذن الله معانا. لو انت بتسمعنا على اليوتيوب يا فندم يا ريت اللايك بتاعك الجميل ودعوه حلوه كده في التعليقات او تترك اثر طيب كده منك في التعليقات وتشير الفيديو ده لكل زمايلك. بس كده مش محتاج منك حاجه ثانيه. كمل مشاهدتك يا باشا واستمتع معانا ان شاء الله. تعالى كده في 1 دقيقه كان كام؟ 10 20 والاثنين 20 الواحد 10 الاثنين 20 الثلاثه 30 الاربعه 40 الخمسه 50. دي شكل الرسمه بتاعتي. خط مائل يمر بنقطه، خط مائل يمر بنقطه. قال لك كلام جميل. هو مش عايز كده منك في الامتحان، هي الرسمه لوحدها هتلاقي عليها درجه. الاسئله بقى اللي عايزها على الرسمه بيقول لك في العلاقه البيانيه بين المسافه والزمن. العلاقه دي بين المسافه وايه؟ بين المسافه والزمن يتم تمثيل السرعه. لا ده الراجل قايلها لك اصلا ان هي سرعه وهو لو مش قايل لك ان هي سرعه منتظمه انت عارف ان الرسمه دي بتعبر عن السرعه كلام جميل. بيقول لك على هيئه ايه؟ والله الفاهم انا شايفها قدامي اصلا. في العلاقه بين مسافه وزمن يتم التعبير عن السرعه المنتظمه بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. كلام جميل. طب قال لك هنا الميل في العلاقة بمسافة وزمن بيساوي، الميل بيساوي إيه؟ والله أصل أنا المرة اللي فاتت ما هرتش على الفاضي، أنا قلت لك والله إن الميل
بيساوي صادات على سينات. لو عايز ادق اجابه ادق فبتاخد فرق الصادات على فرق، يعني صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س. كلام جميل. يعني انا الميل صادات على الصادات هنا محور مين؟ ايه هي الفاء دي؟ مسافه. طيب والسينات؟ طب مسافه على زمن دي بتعبر عن ايه؟ يعني الميل هنا بيعبر عن ايه؟ الميل هنا بيعبر عن ايه؟ كلام جميل. يعني الراجل لو قال لك ما معنى قولنا ان ميل الخط المستقيم 30 متر لكل ثانيه، استنى ميل الخط المستقيم، انا عارف ان الميل صادات على سينات، مسافه على زمن يعني سرعه، يعني هو يقصد بالكلمه دي كلمه ايه؟ يقصد بها ايه؟ يعني السرعه بتساوي 30 متر لكل، والله هي ان سرعه الجسم 30 متر لكل ثانيه، هي ان سرعه الجسم 30 متر. واحد هيقول لي انت كنت قايل لي لو مجمد فكه وفك جمده، هنا لو جايب لك السرعه صريحه هو عايز هنا الاجابه ديت. ايه هي الاجابه دي؟ عايز يعرف معنى الكلمه دي، ميل الخط المستقيم هنا بيعبر عن ايه؟ عن السرعه، فتقول له اي ان سرعه الجسم بتساوي 30 متر لكل. كلام جميل. هي السرعه هنا ايه؟ 10. يعني ايه ثابته؟ سرعه ايه؟ السرعه ايه؟ طب هل الزمن بيتوقف ولا مستمر؟ بيتوقف ولا مستمر؟ فقال لك والله دي نقطة الصفر، 1 2 3 4 5 6 لحد 10، وهنا بقى 1 2 3 4 5. في الدقيقة الأولى كانت السرعة كام؟ 10. طب في الدقيقة الثانية؟ 10. طب في الدقيقة الثالثة؟ 10. في الدقيقة الرابعة؟ 10. طب في الخامسة؟ لا ده خط مستقيم بس يمر بنقطة الأصل. لا. يمر بنقطة الأصل. لا. أمال إيه؟ ده يوازي محور السينات، يوازي محور السينات. يوازي محور السينات. اللي هو محور إز، اللي هو محور إز، اللي هو محور إز. فلما يقول لك علل في الامتحان تمثل العلاقة البيانية بين السرعة والزمن بخط مستقيم يوازي محور السينات، لأن السرعة ثابتة، لأن السرعة لا هتقول له لأن السرعة منتظمة، والسرعة المنتظمة سرعة ثابتة، والسرعة المنتظمة سرعة ثابتة. كلام سليم. طب لما يجي لك الرسمة دي في الامتحان كده يبقى هو الرسمة دي بتعبر عن إيه؟ سرعة منتظمة. سرعة إيه؟ سرعة إيه؟ سرعة إيه؟ منتظمة. كلام جميل. طب لو قال لك علل في العلاقة البيانية بين مسافة وزمن تمثل العلاقة بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل. ليه؟ لا مش لأنها سرعة منتظمة، لأن الرسمة دي كده بتعبر عن علاقة اسمها العلاقة، لأن العلاقة طردية بين مسافة وإيه؟ لأن العلاقة طردية بين مسافة وإيه؟ في السرعة في السرعة كلام جميل. طب صلى على سيدنا النبي. احنا كنا اول حاجه كده كنا واخدينها والله كان عندنا حاجه اسمها الجسم. حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ايه؟ كنا بنقول ان الجسم ده ليه كام حاله؟ كان ليه كام حاله؟ طيب صلى على النبي. كنت بقول ان ممكن الجسم ده يبقى جسم متحرك وممكن يبقى جسم صلى على النبي. هو الجسم المتحرك هل دايما كان بيتحرك بسرعه منتظمه ولا ممكن يتحرك بسرعه منتظمه وممكن يبقى بيتحرك بسرعه غير منتظمه؟ يبقى الجسم المتحرك ده ممكن يبقى متحرك بسرعه وممكن يبقى متحرك بسرعه غير منتظمه. طب الساكن هو كده ساكن، وهقول لك هو ساكن هو واقف معوج ولا واقف عدل، هو كده ايه؟ يبقى انا دلوقتي الجسم يا متحرك يا ساكن. المتحرك بقى دلوقتي انا بقسمه يا اما متحرك بسرعه منتظمه يا اما متحرك بسرعه غير منتظمه. كلام جميل. صلى على النبي. انا عايز دلوقتي رسومات الجسم المتحرك بسرعه منتظمه. كام رسمه؟ كام رسمه؟ لو عايز يرسم بين المسافه والزمن، طيب لو عايز يرسم بين الزمن والسرعه، كلام جميل. طب السرعه الغير لو احنا عملنا جدول قيمه المسافات وقيمه الازمنه وجينا نمثل بيه السرعه الغير منتظمه، ولو تفتكر اللي انا قايلها لك ان هي بخط هو يمر بنقطه الاصل بس مش مستقيم، صح؟ اي رسمه معوجه، اي رسمه ايه؟ فقال لك اهي يا باشا بين المسافه والزمن اهي. طيب لو عايز امثل برضك بين السرعه والزمن، لا هنا السرعه متغيره مش ثابته فهتبقى نفس الايه؟ نفس الرسمه. يبقى السرعه المنتظمه الجسم المتحرك بسرعه منتظمه ليه كام رسمه؟ ليه كام رسمه؟ مسافه وزمن خط مائل يمر بنقطه، سرعه وزمن خط مستقيم. كلام جميل. السرعه غير منتظمه رسمه ايه؟ خط مائل يمر بنقطه. كلام جميل. هنا خط مستقيم مائل، هنا خط مائل منحني معوج اي حاجه، المهم ان احنا نفرق بينهم، صح ولا ايه؟ طيب انا عايز اعبر دلوقتي برسمه عن الجسم الساكن يا دكتوره. عايز اعبر رسمه عن الجسم الايه؟ طيب صلى على النبي. لو انا دلوقتي اهو الجسم الساكن عايز اعبر بين الزمن والمسافه، هل المسافه بتاعه الجسم الساكن بتتغير؟ لا. فين المسافه بتتغير بس الزمن بيمشي زمن ايه؟ فهتمثل بخط ايه؟ انا هنرفعك دلوقتي. انا نشيلك ازاي دلوقتي في الفيديو دي؟ نشيلك ازاي؟ طب صلى على النبي. طب هي المسافه يا باشا المسافه بتتغير؟ انا مشيت 5 متر تنيت واقف عند ال5 متر ما اتحركتش تاني، تمام. هل انا مسافتي اتغيرت؟ بس الزمن بيمشي زمن ايه؟ بالزمن ايه؟ فلما اجي امثل علاقه بين المسافه والزمن في الجسم الساكن بيبقى خط مستقيم يوازي طب معلش كده، لو انا عايز امثل بين الزمن والسرعه امثلها ازاي؟ هيها لا هنا كنت مشيت 5 متر صح؟ طب هو ساكن هل عنده سرعه؟ هل ماشي سرعه؟ لا. فالسرعه هنا قيمتها بكام؟ صفر. سرعه بكام؟ طب هل بردك الزمن بيوقف؟ الزمن بيوقف؟ فقال لك والله هنيجي عند الصفر ده بص
خط منطبق على محور الزمن، خط منطبق على محور، لان الزمن دايما بيمشي، بس السرعه كام؟ صفر، لان هو ما عندوش سرعه اصلا، ما عندوش سرعه ايه اصلا. تمام جميل، كلام جميل. في حاجه مش مفهومه؟ في حاجه مش مفهومه؟ يبقى انا دلوقتي عندي الجسم متحرك، يبقى متحرك بسرعه منتظمه او سرعه غير؟ سرعه منتظمه او سرعه غير؟ لو متحرك بسرعه منتظمه ليه كام رسمه؟ ليه كام رسمه؟ يا اما خط مستقيم يمر بنقطه بين المسافه وز، بين المسافه وز. طيب لو خط يوازي محور الزمن يبقى زمن وسرعه، زمن. طيب السرعه الغير منتظمه خط معوج، خط منحني يمر بنقطه، خط منحني يمر بنقطه. طب الجسم الساكن ليه بردك رسم بين المسافه والزمن يوازي السينات، يوازي. طيب سرعه وزمن منطبق على السينات، منطبق. كلام جميل. طب صلوا على النبي. تقول لي اوصف حركه الجسم، اوصف حركه، واعطيني فترات، الفتره 1، فتره 2، فتره 3، فتره 4، الفتره 5. كلام سليم. عايز اوصف حركه الجسم هنا. انا الجسم ده محور ايه؟ محور الصاد اللي هو هنا بيمثل مين؟ او بيمثل المسافه، صح ولا ايه؟ مش هتفرق معايا هنا. انا هنا طالع السرعه بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد ولا بتقل؟ هو بيقول لي اوصف حركه الجسم، اقول له والله من الفتره 1 لحد فتره 2 سرعه الجسم بيحصل لها ايه؟ تزداد. طيب من 2 ل 3 انا هو ثابت عند نقطه معينه وليكن هنا 10 كيلو متر لكل ساعه، 10 كيلو متر كل ساعه ثابت عندها. هل هنا السرعه بتزيد؟ هل السرعه بتقل؟ هل السرعه بتزيد؟ طب الزمن، هنا الزمن لو يكن هنا الزمن 5 دقائق هتلاقيه هنا 10، لان الزمن انا ما اقدرش اوقفه، بس اقدر اتحكم في السرعه واقدر اتحكم في المسافه، صح ولا انا غلطان؟ صح. فلما اجي اوصفه من فتره 2 للفتره 3 هقول ان السرعه هنا سرعه ايه؟ السرعه ايه؟ يعني من 2 ل 3 سرعه ايه؟ سرعه ايه؟ طيب انا عايز من 3 ل 4. استنى ده انت بدات تزيد تاني، بدات ايه؟ بدات تزيد تاني. يبقى من 3 ل 4 السرعه بدات تزداد. طيب من 4 ل 5، من 4 ل 5 بدات ايه؟ بدات ايه؟ يعني 4 ل 5 تقريبا. مفهومه؟ مفهومه. انا بمشي على اقتصاد، بيطلع فوق بيزيد، بينزل تحت بيقل، ماشي كده ثابت. رسمه حلوه. حركه الجسم، عايز اوصف حركه الجسم اللي هي السرعه الجسم. كلامه جميل، صح ولا ايه؟ فقال لك والله من الفتره 1 لحد الفتره 2 السرعه هنا بيحصل لها ايه؟ لان السرعه هنا وليكن كانت 10 هتلاقي هنا بقت 100، فالسرعه هنا بيحصل لها ايه؟ يعني من الفتره 1 و2 السرعه بتزداد. طيب 2 و3، طيب من 3 و4 السرعه ايه؟ ثابته. من 4 ل 5، طيب من 5 ل 6 وصلت؟ صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. جيب لك الرسمه دي وطالب منك احسب مقدار المسافه بين السيارتين. ايه هم السيارتين؟ عندي سياره ايه وسياره بي عند زمن 30 ثانيه. عايز فرق المسافه، مقدار المسافه بين العربيتين لما وصلوا الثانيه 30. لما وصلوا الثانيه، طب صلى على النبي. فين الثانيه 30؟ الثانيه 30 اهي، الثانيه 30 اهي. باخد عند الزمن اللي قال لي عنده ونيجي رايح طالع فوق اهو. السياره دي انقطعت فين؟ انقطعت هنا، والسياره دي هنا. كلام جميل. ونيجي رايح موصل على المحور الرأسي. يبقى السياره ايه ديت كانت واصله عند مسافه كام؟ والسياره بي 400. يبقى فرق بينهم كام؟ فرق بينهم كام؟ يبقى كده مقدار المسافه بين الاثنين عشان يوصلوا لبعض كان كام متر؟ 100 متر. فاهم السؤال؟ سألك سؤال تاني عليه، احسب مقدار الفرق بين زمن وصول السيارتين لنهايه السباق. نهايه السباق فين؟ قال لك والله النهايه اهي عند 500 متر. النهايه فين؟ عايز الفرق بين الزمن الوصول. انا وصلت كذا وده وصل كذا، فرق بيننا قد ايه؟ بردك والله صلى على النبي. باجي عند نهايه السباق بقى وانزل، ديت عند ال 500 وانزل لقيته عندي 30، ده عند 500 وانزل لقيته عند كام؟ 50. ده عند 50 وده عند 30. فرق بينهم كام؟ 20. فرق بينهم كام؟ 20. يبقى الفرق هنا كام؟ 20 ثانيه. كلام جميل. المساله اللي بعديها بيقول لك الشكل يعبر عن حركه جسمين س وصاد. تمام يا عم. عايز اول حاجه نوع السرعه، عايز اول حاجه نوع السرعه. هنا نوعها ايه؟ الرسمه دي بتعبر عن سرعه ايه؟ منتظم. سرعه ايه؟ سرعه ايه؟ فاقول له والله نوع السرعه هنا سرعه منتظم. طيب عايز النسبه بين سرعه س وسرعه صاد. عايز النسبه بين سرعه س وسرعه صاد. يا دكتور النسبه بجيبها ازاي؟ قال لك والله النسبه على صوره بسط ومقام، على صوره بسط اللي بدا لي بيه فوق واللي انهى لي بيه تحت. هنا عايز النسبه بين سرعه س يبقى قال لك سرعه س اللي فوق، وسرعه صاد يبقى سرعه صاد اللي تحت. كلام جميل. اجيبهم ازاي؟ طب هو مش عاطيني سرعه هنا اصلا. قال لك والله ما اصلا اعطيك رسمه، وانا كنت قايل لك ان الميل صاد على سينات، والميل في الرسمه دي اللي هو ف على زين بيساوي حاجه اسمها السرعه، بيساوي حاجه اسمها السرعه. طب ما تجيب السرعه يا عم. اجيبها ازاي؟ خد اي صاد واي س واقسمهم على بعض. خدت وليكن 20. شوف انا ماشي اهو لحد ما اوصل
خدت وليكن 20، خدت وليكن ايه؟ خدت من على المحور الرأسي 20، خدت من على المحور امشي مع ال 20 اشوف هتنزل عند فين. نزلت عند الكام؟ نزلت عند كام؟ يعني انا كده انا خدت من على المحور الرأسي اللي هو المسافه 20 والمحور الافقي اللي هو الزمن نزلت عند 4، فانا كده اقدر اجيب سرعه لان انا معايا مسافه وزمن، مسافه وزمن يبقى 20 على 4 فيها الكام؟ فيها الكام؟ يبقى السرعه 5. بس انت كنت قايل لي ان الميل فرق صادات على فرق سينات، قلت له يا عم وماله، هتاخد يا عم رقمين من على الرأسي وليكن انا هاخد ال 20 وهاخد ال 10، اخد على اقساطهم الرقمين من تحت، ال 20 نزلت عند الاربعه وال10 نزلت عند الاثنين وال10 نزلت عند. طيب انا عندي صادات اهو 20 ناقص 10، انا خدت ال 20 وال10 والسينات 4 ناقص 2، 20 ناقص 10 هتلاقيها 10 و4 ناقص 2 هتلاقيها 2، 10 على 2 هتساوي كام؟ هتعطيني نفس الايه؟ نفس الايه؟ طب دي سرعه صاد، سرعه مين؟ سرعه مين؟ طب ليه هي سرعه صاد؟ معلش اصل انت والله بتاخد النقاط اهي، بتاخد النقاط بتنزل عندها عند مين؟ عند مين؟ طب انا عايز اجيب دلوقتي سرعه س، برضك يا باشا هتوصل عند المحور الرأسي تحدد نقطه وليكن هناخد ال 15، بس تقف عند مين؟ عند السين، وتقف عند مين؟ وتنزل 15 لانها نزلت عند الكام؟ 15 نزلت عند الكام؟ فانا كده معايا 15 اللي هي مسافه وواحد اللي هو ايه؟ 15 على الواحد فيها الكام؟ فيها ال 15، كده انا معايا سرعه س هتساوي 15 وسرعه ص هتساوي 5، فلما اجي اجيب النسبه يبقى سرعه س 15 على 5، 15 هيبقى فيها الكام؟ 3، هيبقى فيها الكام؟ لو انت وصلت للنقطه دي في الفيديو كده يبقى انت باذن الله تعالى ماشي معانا في طريق صحيح، مش من الجماعه اللي هم بيسمعوا اول دقيقتين كده يبقى انا كنت بتفرج على درس وخلاص وانت مكمل باذن الله معانا. لو انت بتسمعنا على اليوتيوب يا فندم يا ريت اللايك بتاعك الجميل ودعوه حلوه كده في التعليقات او تترك اثر طيب كده منك في التعليقات وتشارك الفيديو ده لكل زمايلك، بس كده مش محتاج منك حاجه ثانيه. كمل مشاهدتك يا باشا واستمتع معانا ان شاء الله.